الصراعنة للمنظمة المغربية لمكافحة الهدر المدرسي والتمشيط السوسيو-ثقافي أيام 10 11 و12 يونيو 2011. لقد ارتأينا ونحن نستعد لتنظيم هذا المهرجان أن ننطلق من أصالتنا، من تراثنا المتجذر فينا كنخل الجنوب، محاولة منا ربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا، فمن لا تراث له لا مستقبل له. لذلك كان استحضار روح المفكر المغربي المرحوم محمد عابد الجابري، والذي أطلقنا اسم الدورة باسمه باعتباره أحد رواد الذاكرة المغربية وأبحاثه في عمق التراث المغربي خاصة والعالمي عامة. إن نبشنا في ذاكرة مدينة قلعة الصراعنة باعتبارها أحد القلاع والحصون الرصينة وذات تراث عميق يؤسس التراث الوطني ليؤكد عمق ارتباطنا بهويتنا الثقافية. وأشكر بهذه المناسبة كل المشاركين معنا وكذا الذين ساهموا ودعموا هذا المهرجان، وأخص بالذكر عمالة إقليم قلعة الصراعنة، المجلس البلدي لإقليم قلعة الصراعنة، النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، مندوبية وزارة الشباب والرياضة، ولا ننسى المؤسسات الخصوصية من محاجر ونقل منارة، مختبر وصيدلية الشفاء، ثم مؤسسة الصبحي المواطنة. ولا ننسى أن نشكر حضور جمعيات المجتمع المدني معنا ودعمها لنا لهذا النشاط. وبهذه المناسبة سأقدم الأخت ابتسام حسني كرئيسة التنسيقية المحلية للمنظمة المغربية لمكافحة الهدر المدرسي بإقليم قلعة الصراعنة. ونحتفي بفلذات أكبادنا ونقرر أن نحميهم. كانت مداخلتي في شقين، فأنا أمثل المنظمة المغربية لمكافحة الهدر المدرسي والتنشيط السوسيو-ثقافي، ولكن ارتأيت بدء كلامي كل الكلام ببعض الكلام، ارتأيت بدء كلامي شعرا إلى قلعة الصراعنة، فسأهديها قصيدتي بعنوان يا قلعة العاشقين. شكرا. يا حرية في شمس البيت القديم تجلت، تنهدت بعمق الهواء الصالح للنفس، فأسقطت للتو ملايين من رجالات المعابد الخارجة من تراب المطر العنيد المراوغ للقحط وسنابل البلدان الصديقة. يا شمعة على كل الجالسين ولاحتمال جلوسهم يوما ضوت، وأمسكت بأظافر ترحيل عصافير الشاطئ وغصينات مصابات بمرض العشق الخارق للعادة، وملايين من مفاتيح مساكن جديدة أعدت تحت شرف الأنثى الجمرية، تحت وضع جميع الممتدين في صوت العشاء الكثيف. ندوب ونقول ياك ما المكتوب والتوب التوب صرغيلي وإلا كتبتوني هذا المكتوب. نبغي نقدم تحية للجميع اللي حضر واللي ما حضرش في هذه القلعة الجميلة العزيزة على قلبي، هذه القلعة الصامدة التي ما زالت تتقدم خطوات إلى الأمام. وأنادي على السي محمد الزرهوني في كلمة عن صديقه ورفيق دربه رئيس بن عطار، السي محمد الزرهوني من قرسيف أتانا من مدينة الشرقية. ماذا أقول عن دريس بن عطار؟ عرفت الرجل ذات لقاء، وكان زجله يسبقه وسيرته الإنسانية المرهفة بحس العيطة والجناوي تسكن روحي وفكري. وحين اللقاء وجدته فيضا
من الإحساس المتدفق. إدريس بالعطار رجل ولد في مجتمع زجلي، حيث أرضعته الوالدة حليب الزجل الأول. ومن الجدير بالذكر أن إدريس وهو صبي كان كلما افتقدته الأسرة كانت تجده دائما مع فرقة قناوي أو العيطة التي كانت تمر بحيه. زجله أصبح مدرسة في المشهد الثقافي المغربي، لها تلاميذ ومريدون يحدون حذوه. إدريس يحمل بين ثناياه قلبا بحجم وطن، يده اليسرى ترصع فضاءات للحلم والانبهار، واليمنى تنبش ذاكرة التراث محاولة منه ترسيخ لغته الأم بأسلوب تتشابك فيه الجدبة في أبهى أبعادها الصوفية. إدريس الزجال المبدع، الإنسان تنصهر جميعا لتشكل لنا أيقونة فريدة في المشهد الثقافي المغربي، وهو أحد مؤسسي الرابطة المغربية للزجل سابقا والاتحاد المغربي للزجل، وهو أيضا عضو فاعل في مجموعة من جمعيات المجتمع المدني. صدر له عيوط أم هاني وقيد الطبع خاص لمداد الحر مقام المرسى حروف غيوانية. ماذا أقول في أخي وصديق إدريس؟ كل الحروف والكلمات لا تسع ولا تكفي لأعطي هذا الرجل حقه. إدريس إبداعك تدلى فسلى، إبداعك تدلى فسلى، أهديك من جرسيك زهرا وفلا. يا إدريس محياك بدر تجلى، بوحك فاح عطره فتاب الصعلوك وطلى. شكرا. هنية ليك يا الغادي للقلعة، هنية ليك هنية ليك، تعال لي بعد غنوصيك إلى وصلت يتم بوس العمامة وهز علامك الفوق، ابيض فوق وعروشي قامة واتاي قادي على جمر، سكر ومن بلاد احمر وملح طعامك ملوية إلا كنتي غادي وقلتي في لا كنتي جاي. وكان نديو على الشاعر والزجال إدريس بالعطار في كلمة وقصيدة في حق مدينة قلعة السراغنة والتواجد ديالو هنايا. مرحبا به. السلام عليكم. تحية للحضور الكريم للسادة الأعزاء، وحيي تحية شكر الإخوان والأخوات في التنسيقية على هذه الدعوة الكريمة اللي تاحوا لي فرصة اللقاء مع هذه الوجوه الكريمة في هذا الحفل الزاهي. حقيقة الاحتفاء به هو احتفاء بالزجل بصفة عامة، الزجل المغربي، لأنه إذا كان الشعر الفصيح هو ديواننا كعرب، فإن الزجل هو ديواننا كمغاربة. هذا الزجل بكافة التلاوين ديالو، يعني سواء كان حسانيا أو أمازيغيا أو يعتمد لغة السهول كهذه المناطق التي نحيا بها. إذا فهو يمثل خصوصية مغربية وكيبقى مغربي 100%، لأن ابن خلدون ذكره وأعجب ببعض الشعراء كابن قزمان وابن شجاع. والامتدادات ديالو كاينه في الملحون، كاينه في العيطه، كاينه في جميع في المرددات ديال الامهات، الاغاني الشعبيه، ايضا حتى في الهدهده ديال الامهات الطفل ديالها. اذا فالزجل ماشي شي حاجه اللي غريبه علينا، هو كيمثلنا، وهذا سعيد جدا لان الاحتفاء بالزجل يعني الاحتفاء بالتمغربيه ديالنا. فشكرا والف شكر لكل من فكروا في الاحتفاء بالزجل.